أنا هي خولة، يتيمة الأم اللي كبرت وعشت في واحد الكذبة اللي كانت كبيرة، واللي عيوقع عليا غادي يصدمكم. اهلا وسهلا الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين؟ نتمنى تكونوا على خير بخير ان شاء الله. نهار جديد وقصه جديده باذن الله. المهم الغزالات ديالي، ما نساونيش من الجيمات ديالكم والكومنتات ديالكم الزوينه، ويلا هو نبداو القصه. انا سميتي خوله، في عمري 16 سنه. غنعاود لكم قصتي كما عاودوها بزاف ديال الاخوات. انا تزيدت وتربيت في واحد العائله اللي كان لاباس عليها، ما كان نقسم حتى خير. انا الوحيده اللي عند ماما وبابا. بقيت نتبع قرايتي حتى درت في عمري 18 سنه، وهنا غنوض باش ندير لاكارت، وتما غنكتشف الحقيقه. مشيت عند ماما وقلت لها ماما، بغيتك تجمع ليا الورق باش نصاوب لاكارت. ماما مني قلت لها بغيت نصاوب لاكارت تصدمت، اللون د وجهها ولا صفار وجات بحال السخفه. نقول لها ماما مالك اللون د وجهك تبدل، واش طاح لك طاسيو؟ قالت لي لا، جيب لي غير كاس ديال الماء. مشيت للكوزينه كنجري، جبت لها كاس ديال الماء وقلت لها هاك شربي. شربت ماما وجلست. قالت لي يا بنتي، عرفتي الدنيا راها طايره، غير البارح وانت صغيره ودابا عندك 18 سنه بغيتي تصاوبي لاكارت. وقلت لها ماما راه بغيت نصاوب لاكارت. قالت لي صافي واخا. وانا نقول لها ماما انا غنرجع للمدرسه. قالت لي صافي ما كاين حتى مشكل، رجعي. صافي لبست عليا ورجعت للمدرسه ديالي، مع كنت نقرا الصباح وعشيه. في عشيه قريت ورجعت للدار، حلت الباب وانا اسمع الغوات في بيت ماما. هما ما سمعونيش مني حليت الباب، سدلت الباب وما سمعونيش. وانا نقول ماما وبابا عمر في حياتهم ما تخاصموا، وعلاش هما اللي يغوتوا على بعضهم بهذه الطريقه هذه؟ بقيت زايده حتى وصلت للباب، وانا نسمع بابا لا يقول ماما، لا نسمعو لا يقول لا. قلت لك قول لا الحقيقه مني كانت صغيره. البنت تعرفت الحقيقه مني كانت صغيره، دابا كي عدير معها تدارت 18 سنه. ماما غير كتبكي وكتقول له انا ما كنتش ضاربه الحساب ان هذا الشيء هذا غادي يوقع. قال له دابا فكيها. ماما غير كتبكي وكتقول له انا ما عارفاش مني عمدا راسي، ما عارفاش شنو غنقول لها. المهم تجي ونشوف شنو غنقول لها. انا سمعت ديك الحقيقه، دخلت فتحت عليهم الباب وتصدمت وقلت لهم ديش هاد الحقيقه غتقولوا ليا؟ لقيت ماما جالسه كتبكي، اما بابا واقف كيغوت عليها. مني شافوني فتحت الباب تصدموا، واللون د وجههم تبدل، الدم تقطع لما وجههم. ماما بقات ثلاث سرعات وسخفت. بقى بابا لي غوت ولا يقول لي جيبي البصله نشوموها لماماك. مشيت الكوزينه كنجري، جبت البصله شومناها لها، شومنا لها الريحه ما خلينا ما درنا لها، باش فاقت ماما ورجعت للوعي ديالها. حسيت ما بغيتش ندوي معاها، ولكن بقات دايره لي فراسي ديك الهضره اللي سمعت. ماما فاقت صافي، قالت لي خليني يا بنتي نبقى بوحديتي، خرجي سيري لا كان عندك الحفاضه حفظي، ولا ما كانش عندك سيري ديري شي حاجه لراسك او طلبي العشاء من برا. انا راه ما نقدرش نوم بلاصتي. قلت لها صافي ما كاين مشكل. خرجت درت العشاء. الصراحه ماما كان معلماني الطياب، وكتقول لي شوفي بنتي، عايشي شي نهار اللي تقدر تكون بوحديتك خاصك ضروري تكون تعرفي طيبي. كانت لا تقول لي البنت واخا تقرا فيما قرات وتوصل فيما وصلت، راه ضروري خاصها تكون معلمه الطياب. واش قاها كانت تقول لي ضروري ما يجي واحد النهار اللي عديري وليداتك وتضطري طيبي لهم وطيبي حتى الناس ديالك ولا الضيوف اللي هاجوا عندك، راه ماشي كل شيء حنشرو من برا بنتي، ضروري خصك تكون معلمه الشقه ديال الكوزينه. صافي تعلمت الشغل من صغري، وانا ندخل مع ماما الكوزينه. دخلت طيبت واحد الطويجن هكايا وجدته حطيته، قلت بابا زيد تعشى. قال لي شوفوا بنتي غير تعشى، ما فياش ما نتعشى، ما عنديش من يدوز ليا. قلت له بابا عافاك، واش انا الطاجين طيبته واش نلوحو؟ زيد تعشى معايا. ولكن غير دار لي خاطري وصافي ما تعشاش، عيدا ردو. اما ماما قالت لك ما عنديش من يدوز ليا، غير تعشاو نتوما.
صافي تعشيت وخملت، دخلت ننعس وما بغاش يديني النعاس، لا نعيا نتقلب والو. ديك الهضره اللي سمعت من فم بابا اللي يقول لها كيفاش عديري معاها باش تقول لها الحقيقه، ما بغاتش تحيد لي مقبلت عينيا وما بغاش تحيد لي الصوت ديالها من ودني. صباح الحال نضت لبست عليا، لقيت ماما موجده لي الفطور، فطرت وخرجت مشيت لمدرستي. جا السبت وهنا فعلا نهضر مع ماما، قلت لها ماما، قالت لي نعم، قلت لها بغيت نتكلم معاك، قالت لي ها انا بنتي. قلت لها ماما اعطيني الحاله المدنيه باش نمشي نجمع الوراق باش ندير لاكارت. قالت لي انا غنجمع لك. قلت لها ماما شنو مخبيه عليا؟ قالت لي ما مخبيه عليك والو. قلت لها ماما شنو هاد الحقيقه اللي كان بابا اللي يقول لك ديك النهار كيفاش غدير تقولوا لها؟ قول لي يا ماما هاد الحقيقه اللي مخبيينها عليا. ماما بقات كتبكي وكتقول لي بنتي سمحي لي يا بنتي، ما كنتش قاصده هكاك، ولكن انت راك بنتي من لحمي ودمي. قلت لها ماما عاودي ليا شنو واقع وداش وشنو اللي مخبين عليا. قالت لي اجي هفا، دخلتني معها البيت وسدت الباب. قالت لي شوفي يا بنتي، انتي راكي ماشي بنتي، انا رانا ما كنولدش. قلت لها ماما واش كتضحكي معايا؟ بقات كتبكي كتقول لي بنتي واش هادشي فيه الضحك؟ انتي راكي ماشي بنتي، ولكن واخا ما ولدتكش رانا حسبك كثار من بنتي، رانا نقدر نبيع الدم ديالي على قبلك انتيا. قلت لها ماما عافاك، الا كنت لا تضحكي معايا بارك ما تضحكي، رانا صافي غنسخف لك هنايا. قالت لي بنتي انتي راك بنت اختي، راك بحال بنتي، ماماك ماتت وخلاتك مازال الحيمه صغيره، ونهار اللي ماتت اختي طلبت باباك ورغبته ودخلت حتى الناس طلبوه معايا باش يعطيك لي. قلت له عافاك اعطيني بنت اختي نربيها ونشوف فيها الريحه اختي اللي تحرمت منها وهي مازال صغيره. في الاول ما بغاش ورفض وقال لي بنتي هادي نهزها بسناني، ولكن شاف راسو ما عندو كيف يدير مع الخدمه وما عندوش كوي قبلالو. في الاخر عيط ليا وقال لي اجي اديها. مشيت وانا طايره بالفرحه، كان هذاك النهار الكبير عندي. مشيت وجبتك وشريت لك كل شي جديد، ما خليت لك ما درتك. من هذاك النهار هذاك ما حسبتكش بنت اختي، حسبتك بنتي اللي ما ولدتاش من كرشي. عزانيت بيك وكنت سهر معاك الليالي وانا فرحانه. نهار اللي كنت مرض كنت نحزن عليك، وكان مرض انا قبل ما كنت مرض انتي، حتى كبرتي وصلتي محتاجه هذا النهار هذا. انا ما كنتش بغيت نخبى عليك الحقيقه، كنت بغيت نقولها لك وانتي صغيره، ولكن خفتك تعقد ليا. انا كنت نخاف عليك كتر ما كنت نخاف على راسي، وخفتك يا بنتي ما تقبليهاش وانتي صغيره، عليها ما بغيتش نقولها لك. بقيت كنقول اليوم نقولها لك غدا نقولها لك حتى كبرتي، وجا الوقت اللي تعرف الحقيقه. انتي راك بنت اختي اللي ما ولدتاش من كرشي، راه ربي اللي عالم بالمعزه ديالك اللي عندي في القلب ديالي. ودابا بنتي هذه هي الحقيقه، بغيتي تمشي تشوف باك وخوتك يلا نديك عندهم. بقيت كنبكي وغوت وهرس وقالت لي شوفي يا بنتي، بغيتي تغوتي غوتي باش تخرجي اللي في قلبك، بغيتي تهرسي هرسي باش ترتاحي. انا ما نحسبك حتى على شي حاجه، ديري اللي بغيتي، غير خوي اللي في قلبك وما تبقاش مخبيه في قلبك. قلت لها بغيت نشوف هاد الاب اللي عمره ما سول فيا. انت كبرتيني اختار خيرك، تهليتي فيا بارك الله فيك، ولكن أبا اللي لحني وانا مازال عندي شهر وما سولش فيا دابا والان علاش لحني با. قالت لي شوفها بنتي، اباك ماشي لحاك، راه كان لا يجي يشوفك، ولكن نهار اللي تزوج ودار حياته ودار ولاد اخرين صافي تشغل بالحياة ديال الدنيا، وانا كنعذرو. قلت له ياك كتعذريه، ولكن انا ما كنعذروش، واخا يكون عنده 100 ولد ما خصوش ينساني انايا. علاش انساني انا اللي بنت الوحيده؟ قالت لي تا دابا ما كاين مشكله بنتي. قلت لها بغيت نشوفه. قالت لي هو ما كاينش في المدينه هذه،
كاين في مدينه اخرى. قلت لها ديني عنده. قالت لي شوفي يا بنتي، غير تهدني ونديك نعندو. قالت لي شوفي، دابا يصبح ويفتح، نعسي وفي الصباح نديك نعندو. نوضنا في الصباح وانا ما حملاش راسي وما دانيش حتى نعس بالليل. بيت الليل كله انا كنتقلب وكنقول علاش با خلاني. لو كان با كان اللي يجي يسول فيا، لو كان با كان اللي يجي يشوفني، كانوا غيقولوا لي الحقيقه وما كانش غيخبعوا عليا، وما نعيش في هاد الكذبه هذه كلها. انا حياتي كلها كذوب. بقيت كنغوت وكنقول انا هاد الدار ما خصنيش نبقى عايشه فيها، كذبوا عليا وحياتي كلها كذوب معاهم. ناضت ماما قالت لي شوفها بنتي، بغيتي نمشي تشوف باك وخوتك، يلا مرحبا بك. ناض با، ركبنا في الطوموبيل ومشينا وانا مرفوعه وحالتي حاله ما علم بيا الا الله. مشينا لديك المدينه، وصلنا، دقدقت ماما وهي تخرج واحد البنت مازال صغيره. قلت لنا شكون؟ وهي تقول لها ماما واش كاين باباك؟ قالت لها كاين. قالت لها كل الموليه. وهو يخرج شافنا تصدم، بقى غير كيشوف ما عرف شنو يقول. قالت له خالتي حنا جينا عندك، ما تقول لنا تفضلوا لداخل؟ قال لها مرحبا بكم. قال لها دخلنا. جلسنا في الصاله، سلمنا ماما وبابا، بغى يسلم عليا قلت له عافاك، انا ما كنعرفكش حتى تسلم عليا، وما كنسلمش على الناس اللي ما كنعرفهمش. بقى كيبكي وهو يقول لماما واش ما قلت ليهاش الحقيقه؟ قالت له راه على هاد الحقيقه جينا، راه عرفت الحقيقه وجات باش تشوفك. بقى كيشوف فيا وكيقول لي سبحان الله كتشبه لماماك بزاف الله يرحمها. قلت له دابا عاد تفكرتي ماما؟ قال لي شوف، انا عمرني ما نسيتك ولا نسيت ماماك. وانا نقول له بالسلامه، مني ما عمرك نسيتني ونسيت ماما، علاش ما كنتي تزورني؟ علاش تزوجتي ودرتي الولاد ونسيتيني ونسيتي ماما؟ قال لي شوفي يا بنتي، الحياه كتستمر، انا تزوجت ودرت اسره اخرى ولكن عمرني ما نسيتك. بقى بابا كيبكي وجا بغى يعنقني. قلت له حدك تما، ما كنعرفك ما كتعرفني. قال لي بنتي سمحي ليا، راه الظروف هي اللي كانت قويه عليا، سمحي لي يا بنتي. قلت له شنو هاد الظروف اللي كانت قويه عليك اللي خلاتك تلوح بنتك مازال عندها شهر وما تسولش فيها، اللي خلاتك تعطي بنتك وكبتك وهي مازال عندها شهر وما سولتيش فيا؟ ودابا انا عندي 18 سنه، عمري يابا ما شفتك جيتي عندي، عمري يابا ما شفتك سولتي فيا. علاش يابا؟ علاش يابا؟ بقيت كنغوت عليه. اما خوتي بقاو غير كيشوفوا، ومراتو بقات غير كتبكي وقالت لي شوفها بنتي، اللي قلتيها عندك فيها الحق، هو ما دار فيها ما يصلح، خاصو يتفكرك وخاصو يزورك مرة، ولكن ابنتي غير سمحي ليه، راه الظروف كانت قوى عليه. قلت لها انتي ما عندك فايد دخلي، هذا راه بابا، اما انتي غير مراتو. بقيت غير ساكته. قلت له دابا انا ما طلبه منك حتى شي حاجه، انا طلبه غير الوراق باش نصاوب لها كارت راسي، والله يعاوني الله يعاونك. نوت ضربت على الباب وخرجت. تبعتني خالتي وتبعني با، تبعوني اللي يجروا موراي. دخلت من الطوموبيل وقلت نبا اللي مربيني وانا نقول له يلا هبا ديني محالي. دخلت خالتي وقالت لي بنتي عافاك تسامحي مع باك. دخلت خالتي وركبت حدايا اللي كنت نقول لامي، وقالت لي خالتي بنتي باك انا وريتولك الوراق راح يجمعهم ويصيفطهم لك. دابا الا بغيتي تمشي عند خوتك انا ما نحصركش عليهم، وانتي راك بنتي، انتوما راك عيشتوني في اكبر كذبه، نتوما راك نافقتوني، انتوما عمركم ما كنتو صريحين معايا، كيفاش غندير نثق فيكم من دابا فوق؟ دخلت لبيتي بقيت كنبكي. قلت صافي معليش خليني تندير لاكارت ديالي ونخوي الدار وما نبقاش جالسه في هذيك الدار، لان كرهت كل شيء، كرهت الناس اللي دايرين بيا، كل شيء كان اللي يكذب عليا، كل شيء كان اللي ينافقني، عمر شي واحد ما كان صريح معايا. صافي جمعت ليا خالتي الوريقات، مشيت درت لاكارت ديالي وجيت ليا
في 15 يوم كان واجد ليا لاكارت. غير شديت لاكارت وديرته في صاكي وخليتهم حتى نعسو. نوضت هزيت حويجاتي وخرج مع 2 ديال الليل. انا ما عارفه راسي فين غاديه. مشيت المحطه ديال التران، لقيت التران خارج، قطعت وطلعت من التران. بقيت غاديه ما عرفت راسي فين غاديه. لي ناعس وانا دموعي غير نازله وغير كنبكي وكنقول علاش غدروني، علاش داروا لي هكاك، علاش كبروني في واحد الكذبه اللي كانت كبيره، علاش ما صرحونيش وانا صغيره. وهو يجي واحد الولد قال لي اختي ممكن نجلس حداك؟ قلت له تفضل. قال لي لا نشوفك حزينه. ومركبت في التران وانا كنشوفك كتبكي، ياك لاباس؟ واش والديك لاباس عليهم؟ وقلت له كلشي لاباس الا انا. قال لي اختي يمكن لا تخوي قلبك. بقيت كنعاود له، انا كنبكي وانا كنعاود له، انا كنبكي وانا كنعاود له. وهو يقول لي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. راه كلشي اختي اللي وقع في المشاكل وحمدي الله وشكريه مني ما رماكش باك وداتك خالتك ورباتك احسن تربيه وقراتك ونقداتك من الزنقه، خاصك تحمدي الله وتشكريه. وقال لي شوفي يا اختي كنصحك نصيحه لوجه الله، رجعي محالك من الدار، خالتك اكيد عادكم مشوشه عليك وعادكون خايفه عليك، رجعي محالك من الدار. قلت له لا ما غاديش نرجع. قال لي وانتي عارفه راسك في غاديه؟ قلت له لا. هو يقول لي شوفي انتي دابا بحال اللي غاديه من الزنقه، تشردي راسك وتضيعي راسك على والو. انا خلص لك التران ورجعي لمدينتك، راكي عاد ضيعي حياتك. قلت له خويا انا عودت لك المشاكل اللي عندي بلا ما تزيد عليا، صافي خليني. وياه خواتاتي ركبت في التران وما عرفت راسي فين انا غاديه حتى وصلت وجده. نزلت بقى غادي تابعني وقال لي يا اختي انتي راكي بنت زوينه، لا تبان لي تضيعي راسك هنايا. شوفي وجده راها مدينه زوينه وفيها الخايب والزوين، لهذا كنصحك اختي ترجعي عند والديك. وانا نقول له صافي غير تسير وخليني. قال لي شوفي الضمير ديالي ما قدرش يخليك ويمشي، دابا شوفي الا بغيتي تمشي معاي مرحبا بك. قال لي راكي عاد تكرفسي هنايا، يلا نمشي معاي. بقيت كنفكر وكنقول انا ما عارفه حتى واحد هنايا وغنضيع. انا عمرني ما جيت من هالمدينه وما عارفاش الشوارع ديالها، وإلا بقيت هنا غنضيع. فوافقت وقلت له واخا انا غاديه وانا متخوفه ولا نقول شنو حيدير ليا مني غنمشي معاه. وصلنا واحد الدار، جبت السوارت باش يحل، عاود ثاني رجع من جيمو وهو يصوني. وهي تخرج عند واحد البنت كتحمق بالزين مازال صغيره، يكون عندها ديك 10 سنين هكا في عمرها. عنقاتو وقالت له خويا توحشتك، وعرفت راها اختو. وقال لها حتى انا توحشتك. قالت له واش هذه مراتك؟ هو يطول فيا ويقول لا ان شاء الله علاش لا، عجباتك؟ قالت له زوينه بزاف. وهو يقول لي يلا زيدي دخلي. دخلنا لقينا امه وباه وخواتاتو شي 4 بيهم. امه وباه مني شافوني تصدموا، سلم عليهم ولدم وبقاو كيشوفوا فيا. وهو يقول لهم هذه ضيف الله. قالوا له مرحبا بضيف الله. وهو يقول له باه ولدي واش جوجتي بلا خبرنا؟ قال له با انا ما نقدرش ندير شي حاجه بلا خباركم. وهو يقول له نوض با اجي امي نوض بغيت نتكلم معاكم. قالوا له واخا. دخلوا للبيت وبقاو كيتكلموا غير بشويه. المهم فهمم. خرجت امه وقالت لي شوفي يا بنتي مرحبا بك. جلست ومشات قالت بنتها سيري جيبي لها شي بيجامه. مشات بنتها وجبت لي واحد بيجامه اللي زوينه وقالت لي شوفي دخلي لديك البيت ولبسيها واجي. دخلت للبيت لبستها، خرجت لقيتها موجده الطبله. كانوا موجدين بزاف ديال الحوايجات على قبل ولدم، لانه عارفين ولدم غادي يجي عندهم مكبرين به وبالمزيان. بقيت كنشوف كيفاش مكبرين بولدم واخا ناس بسطاء ولكن عايشين السعاده. قالوا لي زيدت فطري، زيت وكليت مزيان مع كان فيا الجوع وما كنتش كليت الليل كله. قالت لي دابا نوضي دوشي ونعسي باش ترتاحي. دخلتني واحد الدوش دوجت وقالت لي يلا الا بغيتي نعسي
نعسي هذا البيت ديال البنات، نعسي باش ترتاحي. حطيت راسي على المخده وداني النعاس، حسيت بواحد الراحه. صافي فقت لقيت موجدي للغدا، تغديت وهي تقول لي شوفي يا بنتي، اتصلي بوالديك غيكونوا مشوشين عليك، هادشي اللي داز عليك ماشو سهل، والله يكون لك في العون، ولكن ما ننساش امك اللي رباتك. راه قال لك بنتي واحد المثل، اللي كيربي كثار من اللي لا يولد. صوني على امك، راه اكيد عندكم مشوشه عليك. قلت لها خالتي ما غادي يكون مشوش عليا حتى وحيد، وغير سمحي ليا، وكنشكرك بزاف وجزاك الله كل خير على الاستقبال ديالك وعلى الترحيب ديالك اللي رحبتي بيا. ودابا غادي نمشي محالي. قالت لي في غادي تمشي؟ واش بغيتي تخرج من الشارع؟ واش بغيتي يتكرفسوا عليك الدياب؟ قالت لي شوفي يا بنتي، ما تخرجيش، غادي تبقى معايا هنايا في الامان حتى نشوفوا شنو غنديروا، وحتى يرجع لك عقلك في راسك. شفتني محلقه نطانه وهي تقول لي لا تعرفي طيبي. قلت لها قالت لي ونوضي نسمنا شي طاجين. قلت لها واخا. حطيت الصاك ديالي فيه التليفون ولا كارت ودخلت الكوزينه نوجد لهم الطاجين. قالت لي شوفي، ها اللحم ها الخضره، يلا وجدي لنا شي طويجين من يدك. قلت لها واخا. بقيت كنوجد في الطاجين انا وواحد بنتها كانت تقريبا قادي في العمر. بقينا كنقيو الخضره انا وياها وكنتكلموا. هما مشاو للصاك هزوا لي التليفون، مع انا التليفون ما كنديرلوش الكود، غير بوحديتي ما كنديرلوش الكود. دخلوا صوناو على ماما وقالوا لها واش انتي مو هذه الخوله؟ قالت لهم انا هي، فيني بنتي؟ قالوا لا شوفي بنتك راه عندنا في الحفظ والصواب، دابا حنا رحنا في وجده، عطاوها لاطريصه ديال الدار، عطاوها المدينه، المهم عطاوها كل شيء. قلت لهم انا دابا اجي. قالوا لا لا ما تجيش دابا، اجي تنغدا باش تكون البنت ارتاحت وتقدر تتكلم معك. رحنا البنت ها شنو وقع وها شنو وقع، المهم عاودوا خالتي التفاصيل، وانا في الكوزينه ما جايب اخبار. ويدخل قالت لي تبارك الله عليك، باينه هاد الطويجين عيجي لذيذ، غير من الشوفه كيبان طويجين عيجي لذيذ. قلت لها شكرا خالتي. قالت لي يلا حطي الطاجين يطيب واجي نجلسوا نشربوا واحد الكويزيه الاتي في الصاله ونتفرجوا. حطيت الطاجين يطيب، نقصت له البوطه وخرجت من الصاله. ولده الصراحه ملي وصلني عندهم صافي ما بقاش يجيب النهار، قليل فاش كاين اللي يجي للدار، اللي يجي غير من الليل اللي يدخل بيتو كينعس. صافي في الصباح كنوض انا ما كنلقاهش كاين في الدار. هذاك الولد اللي كان عندهم وكان عندهم عزيز وبزاف. قالت لي شوفه بنتي، انا هذا الولد اللي عندي وهو اللي نكسب في الحياه، ربي عطاني 5 ديال البنات، وهذا الولد الواحد اللي رزقني ربي به. راه ملي كنشوفو كنقول القمره ضوات، راه عندي عزيز وبزاف بنتي وربيتو احسن تربيه، وهانتي كتشوفي. قلت لها خالتي الصراحه قال غير مكلامو باين ولد مؤدب ومحترم. قالت لي هاتي لا تشوف. عاودت لي على الحياه ديالهم كيفاش عايشين، وعاودت لي حتى انا القصه ديالي كلها، وقالت لي دابا طويجين غيكون اكيد طاب. قالوا لي الطاجين طلع لذيذ الله يعطيك الصحه. قلت لهم بصحتكم وراحتكم. ناضوا بناتها خملوا الطبله ونونا دخلنا نعسنا. انا نعس مع بناتها، نعسنا وانا نسمع الصوني ديال الباب، وانا نسمع الباب تحلت. هما يقولوا لا واش انت فلانه؟ قالت لهم انا هي. وهي تقول لها ماما انا هي ماما تخوله، فين بنتي؟ قالت لها دخلي راه مازال نحصى. قالت لهم مرحبا بكم دخلوا. وانا نوض بالزربه ما تياقتش، نوضت وخرجت كنلقى ماما وبابا. ماما غير شافتني وجد درعتني وقالت لي حشومه عليك يا بنتي، حشومه عليك اللي خرجتي من داركم ودرتي فيا هاد الحاله. بقات كتبكي، هي كتبكي وانا كنبكي. قالوا لي شوفه بنتي، هذه راه خالتك وراه هي اللي رباتك، سمحي ليها. بقيت كنبكي وكنغوت على خالتي، وقالت لي اللي بغيتي ديريه عي ما تخرجيش من الدار وتخليني بحال شي حمقى كنقلب عليك. بقيت كنبكي عنقت خالتي
وقالت لي دابا يلا ترجعي يا بنتي. شكرت خالتي هذوك الناس بزاف وقالت لهم انا كنشكركم لانكم انقذتوها من الشارع ما يوقعلاش شي حاجه، ودابا بغيتو تجيو عندي كازا مرحبا بكم. انا كنسكن في كازا. عطاتهم خالتي العنوان وقالت لهم الا بغيتو تجيو مرحبا بكم. ركبنا ورجعنا للدار. رجعت محالي للدار وخالتي مسكينه كتعاملني احسن معامله، بقات كنعس معايا ولا تقول لي شوفي يا بنتي الا مشيتي شي نهار تخرجتي وفكرتي تسمح فيا رانا عنقتل راسي. انتيا راك بنتي اللي ما ولدتاش من كرشي وعندك مره اخرى تفكري تخرجي بلا بيا. رجعت المدرسة ديالي ورجعت للحياة ديالي الحمد لله، وليت لاباس وليت حتى انا كنضحك، ولكن ديك الجرح مازال ما برا ليا. وهذه هي قصتي وحكايتي. نتمنى اللي بغى يربي شي بنيته او شي وليد يقول لهم الحقيقة باش يكبروا وهما مصالحين مع راسهم. وهذه هي قصة خولة. نتمنى نال اعجابكم ونتمنى ما نساونيش من اللايكات والتعاليق ديالكم الكبيدات ديالي. ما بقالي غير نقول لكم بسلام عليكم.